كابتن، اليوم تعود الحركة الرياضية من جديد للدوران بعد عامين كاملين من استهداف مناحي الحياة بما فيها الحركة الرياضية. ما هي الرسالة؟ الرسالة تم إقرارها من خلال الاجتماع الأخير برعاية المجلس الأعلى واللجنة الأولمبية، وهي النهوض بالرياضة الفلسطينية من تحت الركب، وهذا كان عنوان. نحن الآن بصدد حصر الأضرار الشهداء. تم عمل استمارة استبيان، تم إرسالها ل 56 نادي، أعطيناهم لمدة أسبوع أو 10 أيام يتم الرد، بحيث يكون الاستمارة رسمية من قبل النادي بحصر الشهداء، وذلك يتم تخليدهم وتكريمهم حيث هم أثروا في بناء الرياضة الفلسطينية. كاتحاد فلسطيني لكرة القدم، ربما الحديث عن قتل أو موت للرياضة الفلسطينية، هل يستطيع الاحتلال الصهيوني فعلا أن يقتل الفلسطيني في أرضها الذي ربما كانت الرسالة كبيرة بالثبات وعدم النزوح وعدم الهجرة إلى المسميات التي كانوا يسمون؟ لن يستطيع. وأنت تنظر هؤلاء اللاعبين الذين أثبتوا أن الرياضة الفلسطينية موجودة، هؤلاء اللاعبين موجودين حيث إثبات العالم أن الرياضة الفلسطينية لن تندثر ولن تمحى من خلال الرياضة الفلسطينية. منتخبنا الفلسطيني كما ترى في ظل الحروب وفي ظل الإغلاقات ها هو يمارس حياته بالنسبة للدولية والدولية في نشاطات تحت رعاية الفيفا. كيف رأيتم التضامن الأوروبي مع القضية الفلسطينية وخاصة في المواجهات مع المنتخب الكيان الصهيوني؟ شيء حدث غريب جدا. أوروبا قامت بما استطاعت أي دولة أن تقوم به، ونرى يعني هيدروس لاعب قطر تبرع ببناء مدرسة وصالة، كما حارس المرمى من المكافأة الذين وصلوا لكأس العالم، ونهنئهم وصولهم لكأس العالم قطر، كما نهنئ جميع الدول العربية التي وصلت لكأس العالم. ولكن تضامنهم مع الرياضة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني أثبت أن الرياضي الفلسطيني موجود في قلوب كل الأمة العربية. رسالة أخيرة للرياضي الفلسطيني المتواجد في قطاع غزة: قم وانهض، رياضة بخير، اربط الجرح وقاوم. نعم.